الكونفرجن اي بي اي في الفيسبوك بيكسل. ازاي اربط الويب سايت بتاعي ببيكسل الفيسبوك عن طريق الكونفرجن اي بي اي؟ وايه الفرق ما بين ربط الموقع بتاعي بالفيسبوك بيكسل بالطريقه العاديه وعن طريق الكونفرجن اي بي اي؟ وهل لو ربطت الويب سايت بتاعي بالبيكسل بتاع الفيسبوك عن طريق الكونفرجن اي بي اي هكون حليت المشكله الخاصه بتتبع زوار الايفون الاي او اس 14 فيما فوق، ولا هتفضل المشكله ديت زي ما هي؟ دي اكتر الاسئله اللي اتبعتت لي مؤخرا خاصه بالكونفرجن اي بي اي، اتجمعت تقريبا في الثلاث اسئله دول. الفيديو النهارده هيكون اجابه على الثلاث اسئله دول بشكل بسيط وسهل وبشكل عملي خطوه بخطوه. هنشوفها مع بعض ازاي، من اول ازاي تنشئ البيكسل لحد ما تربطه بالويب سايت بتاعك عن طريق الكونفرجن اي بي اي بخطوات سهله وبسيطه باسهل ما يمكن. طبعا لو الفيديوهات بتاعتي بتفيدكم اتمنى انك تعمل لايك وشير وكومنت، ومهم الكومنت في ان انت تقول لي انت محتاج ايه اقدمه الفتره الجايه والفيديوهات اللي اقدمها، لان انا باخد من الكومنتات بتاعتكم وبطلع اعمل الفيديو، لان بحس ان اللي انتوا بتقولوه هي مشاكل بتواجهكم، فانا حابب ان انا يعني لو عندي الانفورميشن بتاعت المشكله ديت ان انا اطلعها وافيدك بيها. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا كريم عمران وده اسال كده. تعالوا نشوف الفيديو، يلا بينا. زي ما قلنا في المقدمه ان احنا النهارده كلامنا كله هيكون عن الكونفرجن اي بي اي الخاص بالبيكسل بتاع الفيسبوك. يعني انا عايز دلوقتي اربط الويب سايت بتاعي بالبيكسل بتاع الفيسبوك، بس مش بالطريقه العاديه، انا عايز عن طريق الكونفرجن اي بي اي. بعمل ده ازاي؟ وهل بعد ما بعمل ده هو بيحل لي المشكله بتاعه الايفون والمشكله الكبيره اللي كانت ما بين ابل والفيسبوك، ولا هتفضل المشكله قائمه؟ لان بعض الناس شايفه ان هو ده الحل للموضوع، او بيقولوا ان هو ده الحل للموضوع. فهل هو فعلا الحل ولا لا؟ ده برضه هيكون كلامنا في اخر الفيديو النهارده، وهناخد الموضوع خطوه بخطوه. بس قبل ما نمشي بالخطوات من اول ازاي تنشئ البيكسل ولغايه لما تربطه عن طريق الكونفرجن اي بي اي في الويب سايت بتاعك، في نقطه مهمه او سؤال اتبعت لي كتير: هو ايه الفرق ما بين ان انا لما باجي اربط الفيسبوك بيكسل بالطريقه العاديه، يعني اخد الكود العادي احطه في الويب سايت بتاعي وما اربطش عن طريق الكونفرجن اي بي اي؟ ايه المشكله؟ طب ما انا كده برضو رابط في البيكسل. لا، هو في فرق، وفي فرق جوهري جدا ومهم قوي يعني. تمام. الفرق الجوهري دوت هو ان يعني آلية العمل بتاعه البيكسل العادي مختلفة عن آلية العمل بتاعه الكونفرجن اي بي اي. ازاي؟ ببساطة انك لما بتيجي بتستخدم البيكسل العادي بتاع الفيسبوك، هو انت بتروح بتعتمد كل الاعتماد على تتبع الزاير بتاعك من خلال الكوكيز بتاعه المتصفح. يعني دلوقتي الزاير بتاعك داخل من متصفح جوجل كروم او فايرفوكس او وات ايفر المتصفح اللي داخل منه. ففي الحاله ديت في ملفات تعريف الارتباط او اللي هم بالانجلش الكوكيز، دي بتنزل جوه الجهاز بتاع الشخص او على البراوزر بتاعه وبتفضل موجوده عنده. فكل ما بيدخل عندك او كل ما بيجي يعمل اي حاجه خاصه بالويب سايت بتاعك، الكوكيز دي بتقرا هو بيعمل ايه وتبتدي تبعت للسيرفر بتاع فيسبوك، وفيسبوك يقارن وبعد كده ترجع تقول لك ان لا العميل عمل الاكشن الفلاني او ما عملش الاكشن الفلاني. فدي الخطوات اللي حاصله. طب دي مشاكلها ايه؟ اول حاجه ان لو ناس كتير حاطه اللي هو البلوك بتاع الادز، لو حاطط اكستنشن او بيقفل الادز على المتصفح، فلو الجزئيه دي شغاله لا تعرف تتبعه ببيكسل ولا بغيره. يعني مش عارف، يعني ممكن بيدخل عندك كل حاجه وانت حاطط البيكسل بس البيكسل مش شايفه ويعمل اكشن. وده بيفسر الناس كتير بتلاقي ان الارقام على الفيسبوك مختلفه عن الارقام الحقيقيه. يعني ممكن يكون عامل زي مثلا 10 مبيعات ويلاقي ان الفيسبوك مديله 7 او العكس. فالناس بتحس ان هي ده مش بيقرا صح. لا، هو بيبقى في ناس اوريدي دخلت وما تعملهاش تراكنج لانها حاطه البلوك او بلوك ادز وفي المتصفح بتاعها. ده على سبيل المثال. حاجه ثانيه، لو انا غيرت المتصفح بتاعي او عملت له ريستور او
عملت الاعدادات بتاعته وابديت او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تروح مغيره كل المتصفح ككل، او مساحه الكوكيز اللي عليه، او كل التفاصيل ديت. انت بتدخل على المتصفح وروح تقدر ان انت تمسح كل الحاجات اللي كانت موجوده عليه. فبمنتهى البساطه لو عمل كده فانت اوريدي مسحت الكوكيز اللي نازله عليه ومش هتقدر ان انت تتبعه. ده على سبيل المثال. طيب الكونفرجن اي بي اي بيعمل ايه بقى؟ لا، بيوقع الكوكيز خالص، مالناش دعوه بالكوكيز. بيبقى الموضوع من الويب سايت بتاعك للسيرفر، ومن السيرفر للحساب الاعلاني بتاعك دايركت. فما فيش في النص الكوكيز. كده كده الكوكيز ديت هتبقى في الفتره اللي جايه اوريدي، يعني المتصفحات هتلغي الموضوع دوت بشكل جذري، او جوجل اعلنت الموضوع ده كان المفروض انه في نهايه 2022، لكن مدوها انها تبقى في تقريبا نص 2023 انهم يلغوا التتبع عن طريق الكوكيز، طبعا لان الموضوع دوت عمل مشاكل في الفتره الاخرانيه كتير. فبداوا ان هم خلاص اوريدي الموضوع هيتلغي، موضوع التتبع عن طريق الكوكيز من المتصفحات. الكونفرجن اي بي اي بقى ميزتها انها لا، بيبقى الشخص دوت بيدخل على الويب سايت بتاعك، البيكسل بتاع الفيسبوك بيشوفه حتى لو حاطط اد بلوك، لو عامل اكستنشن او قافل الاعلانات على المتصفح بتاعه، البيكسل بيشوفه وبيقراه، وبيروح على السيرفر بتاع الفيسبوك دايركت وبيبتدي يقارن الداتا بتاعت الشخص دوت بالداتا اللي عند اللي في السيرفر بتاعته. فبيعرف ان الشخص دوت اوريدي عمل كذا كذا، فيبعت لك يقول لك ان الشخص ده عمل عندك كونفرجن او عمل عندك الاكشن اللي انت كنت عايزه بشكل مباشر. فبيقرا دايركت. فحتى لو حاطط اد بلوك او عامل اي حاجه خاصه بالمتصفح، لا، هو بيقرا من الويب سايت بتاع الدايركت بالسيرفر، ملوش دعوه بالكوكيز ولا بالمتصفح في النص. فدي بتلغي المشاكل الاساسيه الخاصه بالكوكيز. نقطه ثانيه، ودي نقطه مهمه جدا وكانت بتسبب مشكله للناس في الطريقه العاديه، وهي ان ممكن الشخص يعمل الاكشن اكتر من مره فيتحسب عندك اكتر من مره بسبب الكوكيز او بسبب المتصفح. يعني يخش يعمل تشيك اوت، فيبقى دخل على الصفحه وعمل تشيك اوت واشترى، وهو فاتح المتصفح ساب الصفحه مفتوحه، بعد كده جه يفتحها تاني فعمل ريفرش لنفس الصفحه، فيروح عامل نفس الكونفرجن تاني مع انه اوريدي اشترى، بس هو عشان عمل ريلود للصفحه نفسها او اعاده تحميل الصفحه نفسها، فيقرا لك الكونفرجن دي مرتين، لكن هي اوريدي في الحقيقه مره واحده. السيرفر بقى فيه ميزه كويسه جدا، هو انه حتى لو ده حصل هو بيعرف ان العمليه دي اتكررت فبيلغيها من تلقاء نفسه، فبيحسب لك الكونفرجن دي مره واحده وبيحسب لك العدد الحقيقي والصح. ده الفرق يعني الواضح والصريح واللي باين ما بين الاثنين. فلما تيجي تقول لي انهي الاقوى هقول لك الكونفرجن اي بي ار. ده بمنتهى البساطه الاجابه الخاصه بالسؤال هو ايه الفرق ما بين اني اسطب بالطريقه العاديه ولا بطريقه الكونفرجن اي بي ار. دي اول حاجه او اول سؤال جاوبنا عليه. طيب دي كانت اجابه السؤال الاولاني. طيب السؤال الثاني بقى وهو انا ازاي اربط الويب سايت بتاعي ببيكسل الفيسبوك عن طريق الكونفرجن اي بي اي. السؤال ده هنجاوبه بشكل عملي حالا. تعالوا نشوف دوت بشكل عملي على حساب البيزنس مانجر بتاع الفيسبوك، ومن اول ما بننشئ الفيسبوك بيكسل لحد لما بنربطه بالويب سايت بتاعنا عن طريق الكونفرجن اي بي اي. يلا بينا. يلا. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا جوه البيزنس مانجر بتاع الفيسبوك. اول حاجه علشان تنشئ البيكسل بمنتهى البساطه انت هتدخل على البيكسل من تحت هنا على الداتا سورس، وهتفتح البيكسل وهتيجي تدوس اد. هيجي يقول لك قول لي اسم البيكسل اللي انت عايزه، ادي له اسم. احنا هنقول مثلا يلا اوفرز 2. تمام، بيكسل. بتدي له اسمه، لو حابب ان انت تحط اليو ار ال بتاع الويب سايت بتاعك بتحطه وده اختياري، وبعد كده بتنزل تدوس استمرار. زي ما انت شايف كده بيقول لك انت عايز تسطب البيكسل دلوقتي ولا عايز ترجع
الماي بيزنس بتاعك، لا انا عايز ارجع للماي بيزنس بتاعي، مش عايز اسطبه دلوقتي. طيب ليه؟ علشان خاطر انا عايز اربط البيكسل بتاعي دوت بحساب اعلاني. طيب ادي البيكسل بتاعك زي ما انت سطبته اهو، انت بتختار ان انت تضيفه لاسيتس معينه، على سبيل المثال حساب اعلاني خاص بيه، فهتدخل على اد اسيتس وبتختار الحساب الاعلاني اللي انت عايز تضيفه، وليكن هنا اهو يلا اوفرز، وبتدوس اد، رجع كده ادي الاسيتس بتاعتك. طيب تمام، انت خلاص اهو ضفته والدنيا تمام وانشات البيكسل. انا عايز دلوقتي ابتدي اخد البيكسل واربطه بالويب سايت بتاعي. فبمنتهى البساطه هتروح داخل على ايفنتس مانجر، مدير الاحداث او الايفنتس او البيكسلز بقى عموما. يعني هتلاقي البيكسلز اللي احنا عملناه، لما هندوس عليه كده هيقول لي زي ما انت شايف كده اخترناه اهو. فبيقول لي انت عايز دلوقتي تبتدي تعمل له سيت اب. انا عايز اعمل له سيت اب دلوقتي، فهتكليك عليه بالشكل دوت. بيقول لك انت عايز تعمل له سيت اب عن طريق الكونفرجن اي بي اي ولا عن طريق الفيسبوك بيكسل العادي. الطبيعي زمان كنا بناخد الفيسبوك بيكسل العادي ونروح رايحين حاطينه في الويب سايت بتاعنا وخلاص. لا، احنا هنختار كونفرجن اي بي اي وهندوس كونكت. طبعا هنا بيقول لك ايه التعليمات، هتدوس نيكست نيكست. التعليمات ديت تقراها. بيقول لك هنا انت هتضيفه بطريقه مانيوال ولا هتضيفه عن طريق انتجريشن مع البارتنر بتاعك. طبعا بعض الناس بتختار البارتنر وبتدوس ان انت تستخدم بارتنر. لو دوسنا كده هتلاقي بيطلع لك البارتنر بتاعك، البارتنر اللي انت شغال معاه، يعني لو وورد بريس، لو وو كوميرس، لو شوبيفاي، ماجنتو، ايا كان المنصه، عن طريق جوجل تاج مانجر بس من خلال سيرفر، مش من خلال جوجل تاج مانجر العادي. لازم يكون عندك سيرفر خاص بجوجل تاج مانجر، وبتختار البلاتفورم اللي انت عايز تشتغلها. ده على سبيل المثال. طب لا، انا هدوس كلوز بالشكل دوت واقول له لا انا عايز اختاره مانيوال. هيقول لك الخطوات هنا ان انت تبتدي تحدد التعليمات والتفاصيل اللي انت عايز تتبعها. لو هنقول وتاني حاجه انك تحط الحاجات العناصر المهمه بالنسبه لك. اول حاجه هنا بيقول لك انت النشاط بتاعك ايه والشغل بتاعك ايه، فبتختار الكاتيجوري الخاص بيك وليكن الاي كوميرس اند ريتيل، وبتختار بقى الكونفرجنز اللي انت عايز تتبعها، وليكن فيو، كومنت، سيرش، الاد، ويش ليست، اد كارت، تشيك اوت، البيمنت انفورميشن، بيرشيس طبعا، سبسكرايب. ده لو انت يعني محتاج ان انت تختارها اختارها، واختار بقى كل اللي انت تحب تختاره هنا اهو. هنختارهم كلهم. طبعا انت بتختار اللي يتناسب معاك، لان من ضمن الحاجات المهمه ان انت يعني بعد كده في اولويات ل8 ايفنتس او 8 كونفرجن اساسيين بالاولويات، فدي من الحاجات المهمه. فانت دايما اختار الحاجات اللي هي اولويه بالنسبه لك، اولويه قصوى، حطها في الاول. دي هنشوفها فيما بعد ان شاء الله. لو ما كانش في الفيديو دوت ممكن نعمل ليها فيديو تاني لو الناس حابين ده. فبتختار الحاجات اللي انت محتاج ان انت، او الكونفرجنز، او الحاجات اللي انت محتاج ان تتبعها في الموقع بتاعك، وتدوس استمرار. وبعد كده بتدخل على زي ما انت شايف هنا الاد انفورميشن. انت محتاج ايه في الانفورميشن؟ انا بعمل تيست يعني الاد تو كارت. انت عايز، هو بيقول لك الايفنت تايم والنيم، الحاجات اللي هتتبعها دي حاجات اساسيه. انت عايز تضيف حاجات تانيه بتقدر تضيف. انت عايز الكاتيجوري، عايز مثلا الاوردر اي دي، عايز ايه تاني، عايز السيرش، عايز الكاتيجوري، قلنا النمبر ايتمز، عندك الكونتنت تايب، عندك الحاله لو انت حابب ان انت تعملها. اختار اللي يتناسب معاك الفاليو، القيمه، بتدوس ادز وبتضيفها. طبعا الداتا لو انت عايز تضيف بتبتدي تحط البارامترز اللي انت عايز تشتغل عليها، وبتدوس طبعا على كل واحد من البيرشيز. مثلا انت محتاج اهو ان انت تعرف الكاتيجوري والنمبر واللايف تايم فاليو الخاصه
العميل، انت محتاج الاوردر، محتاج العمله، محتاج القيمه، محتاج مثلا الحاله. دي الحاجات اللي انت محتاج انك تتبعها جوه القصه ديت. فبتدوس اد وبتضيفها. لو محتاج انك تتبع اي حاجات تانية بتقدر تدوس على الحاجات او الكونفرجن اللي انت محتاجه والتفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عنه بشكل تفصيلي، وتدوس كونتين. وبعد كده بيقول لك هنا هو دي مراجعه على التفاصيل. وبعد كده بتروح دايس كونفirmation او كونفيرم للسيت اب دوت. فبيقول لك كونفيرم. وبعد كده بيقول لك هيبعت لك انت عايز تبعت دي للديفلوبر عن طريق الايميل، ولا انت عايز هتبتدي تحطها مانيوال. الموضوع بسيط، انت ممكن تختار مانيوال او تبعتها لو عندك ديفلوبر تبعتها، لكن احنا هنا بنشرح ازاي انك هتختارها. فبيقول لك هنا في الجايد، فانت بتدوس فينيش وبتروح رايح على البيكسل بتاعك فين اهو. وبتلاقي المفروض ان هو بتيجي على السيتنجز هنا، وبتلاقي هنا المعلومات الخاصه بالبيكسل بتاعك بالشكل ده. تمام. الموضوع بسيط جدا جدا. هتروح جاي على الويب سايت بتاعك بالشكل دوت، بتفتحه وبتيجي على البلجنز، بتروح دايس اد نيو، وبتروح جاي عامل سيرش على اضافه اسمها بيكسل يور سايت. بيكسل يور سايت دي الاضافه اللي انت شايفها قدامك اهي، بيكسل يور سايت. وهتروح عامل انستول وبعد كده تعمل اكتف ليها. هتلاقيها نزلت عندك بالشكل ده. تقدر تنزل هنا هتلاقيها موجوده عندك هنا. تدخل على الداشبورد بتاعتها وتبتدي تعمل خطواتك للشغل بتاعك. ادي الفيسبوك. الاضافه دي تقدر تستخدم فيها الاناليتكس الخاص بجوجل، وتقدر تستخدم بينج ادز وجوجل ادز وبنترست. تقدر تستخدم اكتر من حاجه وتشتغل عليها بشكل كويس، لكن احنا هنا موضوعنا عن طريق الفيسبوك اللي هنتكلم عنه. هتدوس كليك فور سيتنجز بالشكل دوت. هنا بيقول لك انت عايز انيبل كونفرجن اي بي اي، قول له اه. وعايز ان هو يعمل ادفانسد ماتشنج، قول له تمام. وبعد كده هنا هيجي يقول لك انا عايز الفيسبوك بيكسل اي دي بتاعك. فهتروح جاي على الفيسبوك بيكسل اي دي بتاعك ده وتروح واخده بالشكل دوت كده نسخ، وتروح جاي هنا حاطه لصق. طالب منك بيقول لك انا عايز كونفرجن اي بي اي التوكن بتاعه. بجيب ده منين؟ ركز بقى معايا هنا. انت دخلت هنا على الاعدادات، هتنزل تحت تلاقي عندك حاجه اسمها كونفرجن اي بي اي. الكونفرجن اي بي اي دي هتيجي تحت كده هتلاقي بيقول لك جنريت اكسس توكن. هتدوس عليها بالشكل ده وتروح هتلاقي طلع لك اكسس توكن. هتاخده كوبي بالشكل دوت وتروح رايح على الاضافه وتحط الاكسس توكن هنا. تمام. طيب انا حطيته هنا بالشكل دوت ودوست. ما تنساش اهم حاجه دوس سيف سيتنجز. سيف سيتنجز. تمام. مهم جدا انك تدوس علشان يبتدي يطبق الشغل بتاعك هنا. فتعالى على سبيل المثال لو دوسنا اوفر فيو كده وعملنا ريفرش، زي ما انت شايف بمجرد ما عملنا ريفرش هتلاقي انه ظهر لك هنا دلوقتي البيكسل اهو. وظهر انه بيقول لك هنا دي خاصه ب انه يتم المراجعه على الكونفرجن والخاصه بالتحديثات بتاعه الاي او اس. فهنقفل دي دلوقتي وهتلاقي ان انت بدأ يظهر البيكسل بالشكل دوت. طيب انا عايز دلوقتي ابتدي اعمل تراكنج جوه الويب سايت. هعمل ايه؟ هجيب الويب سايت بتاعي هنا بمنتهى البساطه كده نسخ، واجي للكونفرجن ومثلا على سبيل المثال اهو اوبن ايفنت سيت اب تول، واروح حاطط هنا كده وادوس اوبن ويب سايت. انا بحاول اختصر لكم بقدر الامكان تبقى الخطوات بسيطه وسهله، وعلشان خاطر
يعني ما تتوهوش في الموضوع. زي ما انتم شايفين احنا دخلنا على الويب سايت اهو، والاداه بتتفتح. فانا عايز اعمل تراك دلوقتي لايه؟ انا عايز اعمل تراك لبوتون ولا عايز اعمل تراك ليو ار ال؟ لا، انا عايز اعمل تراك لبوتون. طيب اني بوتون في دول؟ انا افترض ان انا عايز اعمل بوتون مثلا حسابي. بيقول لي انت عايز ده يكون اد تو كارد ولا تشيك اوت ولا ليد ولا بيرشيز ولا انا عايزه ده اشتراك سبسكرايب. حد داس على البوتون دوت فاشترك، ده على سبيل المثال. تمام، هدوس كونفيرم. فبيقول لي تمام البوتون دوت احنا دلوقتي حطيناه. طب انت عايز تعمل حاجه ثانيه؟ انا عايز ادخل على منتج، وليكن منتج مثلا على سبيل المثال المنتج ده. خلاص دخلت على المنتج، انا عايز اتراك البوتون بتاع اضف الى السله اهو. ادوس عليه كده واختار اد كارت. هو هنا بيقول لي انت عايز تحط فاليو معينه ولا مش عايز تحط الفاليو دي، بترجع لك انك تحط القيمه، يتراك القيمه ولا ما يتركهاش. فلو دوست اي اختيار من دول، تشوز فاليو اون بيج ولا دونت، لو اخترت الفاليو هيجي يقول لك قول لي الفاليو ديت ايه، فهتقول له الفاليو اهي. خلاص، ده هو بدأ يتراك الفاليو ديت. وبعد كده هتيجي تروح قايل له انا عايز العملة الجنيه المصري EGB اهو، الجنيه المصري، وتدوس كونفيرم. فانت دلوقتي اهو خلاص بقيت في تراك 2 بالشكل دوت. فبتقول خلاص اوكي انا كده فينش سيت اب، وبيقول لك انت هتتراك هنا خلاص تمام. اقول له فينش، فبيقول لك هو ساعدك ساعدني تمام، سبميت تمام، دن. خلاص انت دلوقتي المفروض ان انت عملت التراك بشكل صح، والمفروض انه يبتدي يظهر الموضوع هنا. طيب انا علشان يظهر الموضوع واتاكد ان انا شغلي صح، افتح الموقع بتاعي بالشكل ده واجي اروح دايس على حسابي. هلاقي ان حسابي فتح بالشكل دوت. لا انا عايز اخرج للرئيسيه وعايز انزل للمنتج او لاي منتج، وادوس مثلا على سبيل المثال ادي المنتج ده اهو، بحدد مثلا منتج اهو وادوس اد كارت. عندي هنا في البيكسل اعمل ريفرش كده، هل هو قرا اللي انا عملته دوت ولا لا؟ طبعا هو بياخد شويه وقت، لكن هو قرا معانا اهو، بدا يقرا البيكسل عندنا البيج فيو تمام، والاد تو كارت اكتف والسبسكرايب اكتف، بس لسه ما ظهرش بالشكل دوت. طيب انت كده عرفت ازاي تعمل عن طريق اداه التولز انك تحط الويب سايت وتبتدي تتراك بوتون معين او تتراك حاجه معينه، وعرفت ازاي انك تنشئ الكونفرجن اي بي اي عن طريق بشكل مانوال، وتختار ال الاحداث اللي انت عايزها تتقري بشكل تلقائي من السيرفر. فدول يعتبروا طريقتين بيتقري بيهم البيكسل او بيتقري بيهم الكونفرجن او الايفنتس اللي انت بتعملها. طيب احنا دلوقتي انا عايز اتاكد السيرفر عندي بيقرا بشكل كويس وان الموضوع تمام، لان الموضوع عقبال ما يبتدي يشتغل هتلاقي هياخد معاك شويه وقت. فزي ما انت شايف انا بعمل ريفريش عشان يظهر الخطوات اللي احنا عملناها، لكن هو لحد دلوقتي لسه ما قراهاش، لكن هو قاري الفيو. طيب تعالى كده نشوف احنا المفروض عايزين بقى نتاكد من شغلنا صح ولا لا. هنروح على التست ايفنتس وهتنزل تحت كده هتلاقي كود لتست ايفنت ده، دوس عليه كده هيتاخد كوبي بمجرد ما دوست عليه. وهتروح رايح على الاضافه اللي موجوده عندك ديت، وهتنزل هنا هتلاقي بيطلب منك التست ايفنت كود، هتروح حاطه اهو وهتدوس على سيف. خلاص احنا دلوقتي في السيستم احنا بنعمل تيست للشغل بتاعنا دلوقتي، يعني هيقرا معانا في الجزئيه بتاعت التست دي. طيب تعالى كده نشوف الشغل بتاعنا. انا دلوقتي هدخل على الويب سايت وهبتدي اعمل خطوات بقى عاديه جدا، لان انا كده خلاص رابط بالسيرفر وهبتدي اشتغل. انا لا انا عايز اشتري منتج معين. انا ككارم اهو دخلت عجبتني الساعه ديت، فانا عايز اشتري الساعه دي.
فاروح رايح ومختار اللون الذهبي وهدوس اضافه الى السله بالشكل دوت. خلاص تمام، انا كده عملت اضافه الى السله وبقى موجود عندي في السله. فعايز اروح على اتمام الطلب على طول، واروح على اتمام الطلب. دخلت الداتا بتاعتي بالشكل اللي انت شايفه ده، اي داتا لمجرد ان انا اعمل الاوردر، وعندي التوتال اهو، وهدوس على تاكيد الطلب. هتلاقي الطلب طلع معاك زي ما انت شايف. خليك مركز معايا، ادي رقم الطلب. تعالى بقى هنا، وانا ما حتى ما عملتش ريفرش، هو بيقول لي انه بقى اكتف اهو، بتوصلني. طيب تعالى في التستنج كده وريني. هنا بيقول لي البيج فيو، وبيقول لي دي كل الاحداث اللي حصلت سواء عن طريق البراوزر، لان احنا في الاول لما جينا استخدمنا الاداه التول ان انا احط الويب سايت وابتدي اختار بشكل معين بوتونز معينه، وفي نفس الوقت احنا مسطبين الكونفرجن اي بي اي ومختارين الاحداث اللي احنا عايزينها تتسجل سواء البيرشيز او غيرها. فتعالى كده نقرا كل الاحداث اللي حصلت اهي، وبيقول لي انها حصلت اهو. بيقول لي حصل عن طريق البراوزر اهي، واتقرت عن طريق السيرفر برضو عن طريق المانوال سيت اب اللي احنا عملناه. تمام، فاتقرت هنا وهنا. هنا بيقول لي دي دوبليكيتد، يعني هو متكرره، فهو اوريدي بيشيلها تلقائي وبيحسبها مره واحده. تعالى بقى هنا، شايف هنا البيرشيز، عمليه الشراء دي اللي احنا كنا عاملينها لسه منفذينها دلوقتي. تعالى كده انا عايز اجيب الجزء الخاص بالسيرفر. بص في السيرفر اهو، ادي البيرشيز. لو فتحت السهم ده هتلاقي مطلع لك ادي رقم الاوردر اهو، وادي قيمه الاوردر ككل. رقم الاوردر اهو، ودي قيمه الاوردر ككل، بيقول لك بالجنيه المصري. وده الايتم اهو، لو دوست على الايتم كده هيقول لك انها ساعه كذا، كل التفاصيل الخاصه بالمنتج بتاعك والموقع والصفحه. وادي رقم الاوردر اهو. لو جيت هنا لصفحه اتمام الطلب هتلاقي رقم الاوردر اهو. ده لان احنا فعلنا الكونفرجن اي بي اي بشكل تلقائي، واخترنا الحاجات اللي احنا محتاجينها تتقري بشكل تلقائي من الكونفرجن اي بي اي. ده بمنتهى البساطه. فعندك في التيست اهو اي اكشن هيتعمل من الحاجات اللي احنا اخترناها، واحنا مختارين مانيوال وبنختار الايفنتس اللي احنا عايزينها، وكل ايفنتس احنا ايه اللي محتاجينه جوه منه وتفاصيله اللي احنا. يعني انت لو بصيت هنا هتلاقي ان كل الحاجات اللي احنا اخترناها ظهرت اهي، وتفاصيلها ظهرت اهو بكل التفاصيل بتاعتها. وبدأ يقرا معايا بشكل بسيط جدا وسهل، في خطوات بسيطه، مش محتاجه ان الموضوع يكون صعب. الاضافه ديت سهلت عليك حاجات كتير. طبعا اهم خطوه بقى انك بعد ما عملت التيست واتاكدت من شغلك، هتلاقي لازم تدخل وتروح عامل شايل التيست ده كده وتعمل سيف، علشان لو فضل الكود ده موجود هتلاقي يعني ما بيقراش فعلي وبيفضل شغال على نظام التيست. فلازم تشيل التيست وتدوس سيف زي ما احنا عملنا دلوقتي. بعد كده تبتدي تشتغل، وهتلاقي ان البيرشز عندك بتتقري بشكل تلقائي، وكل الايفنتس اللي انت اخترتها وحددتها بشكل مانيوال قبل كده، بجانب اللي انت حددته عن طريق تولز. لما حطينا الويب سايت في التولز نفسها وعملنا تراكنج بالتولز، انا حبيت اوريكم الطريقتين علشان خاطر تبقى عارف دي وعارف دي. نيجي بقى للسؤال المهم، وهو هل لو انا استخدمت الكونفرجن اي بي اي زي ما عملنا كده دلوقتي وسطبتها في الموقع بتاعي وحطيت البيكسل عن طريق الكونفرجن اي بي اي، هل ده هيخليني اقدر اتراك الناس بتوع الايفون الاي او اس 14 فيما فوق، ولا ده هيخليني ما اقدرش، مش هيحل المشكله ديت؟ هو عمليا مش هيحل المشكله، هي دي طريقه لقرايه البيكسل كبيكسل، وانك تقرا بشكل كويس البيكسل عن طريق السيرفر دايركت مش عن طريق البراوزر، لا اكتر ولا اقل. يعني مش بتحل المشكله بمعنى حل المشكله. حل المشكله ديت بنمشي بخطوات معينه، ان انت تعمل فيريفايد للدومين بتاعك، وان بتحط اولويه للايفنتس اللي بتتقرا. دي الحلول اللي حطها الفيسبوك للقصه ديت، ودي ممكن نقولها بشكل تفصيلي ونشرحها ازاي تعمل فيريفايد ليه او تتحقق من الدومين بتاعك، وازاي تحط اولويات الكونفرجن عندك اللي تتقري عن طريق الدومين.
دي ممكن نعمل لها فيديو تاني. لو انت حابب انك تشوف الفيديو دوت او ان احنا نعمله، قول لي في كومنت لو حابب ان احنا نعمل الفيديو دوت واوريكم ده بشكل تفصيلي. انا مش عايز الفيديو ده يبقى طويل، كنت وريتها لكم في الفيديو دوت، لكن انا كان تركيزي النهارده انك ازاي تثبت او تربط الويب سايت بتاعك بالكونفرجن يو اي بسلاسه وبسهوله. لو حابب ان انت تشوف الفيديو او ان احنا نعمل فيديو عن ازاي بقى تربط الدومين وازاي تعمل له فيريفايل وازاي ان انت تحط اولويه الايفنتس اللي انت المفروض او الكونفرجن الاولويه ليه، ان انت المفروض بيكون ليك 8 بس اللي تقدر تتراكهم عشان مشكله الاي او اس 14. فلو انت حابب ده فممكن تقول لي كومنت وهعمل الفيديو دوت واوريك ازاي تعمل فيريفايد للدومين وازاي تربط الكونفرجن بالدومين ده علشان خاطر تتقري. دي الطريقه المتاحه حاليا انك تحل بيها مشكله الاي او اس 14 وما بعد. اتمنى الفيديو النهارده يكون مفيد بالنسبه لكم ويكون فيه معلومه اضافيه ليكم. ولو حسيت ان انت استفدت من الفيديو دوت، لايك وشير وسبسكرايب ويفعل الجرس وكل الكلام الحلو دوت. واهم حاجه اكتب لي في كومنت الحاجات اللي انت محتاج ان انا اتكلم عنها، علشان خاطر انا من الكومنتات ديت بقدر ان انا اطلع الفيديوهات اللي انتم بتشوفوها دي دلوقتي، لانها بتساعدني على ان انا ابقى بتكلم في اللي انتم عايزينه، مش في حاجه موجوده خلاص. لان اليوتيوب مليان فيديوز كتير. لما انت بتطلب مني حاجه معينه فببقى عارف ان انت محتاج المعلومه ديت، فبضطر ان انا اعمل الفيديو اللي يتناسب معاك، وده بيبقى يعني بسيطني ان انت الفيديو بتستفاد منه. اتمنى ان انت تعمل شير للفيديو وعلشان المعلومه ما تقفش عندك. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.